قدامكش عمل يحكي سيرتها الذاتية زي ما كان بيتقال ان انت اللي هتقدميه؟ السيرة الذاتية بتاعت الفنانة مسلسل جميلة. كامل. مسلسل كامل بتاع ليلى الفنانة ليلى فوزي. بص، هي الحاجات دي بتبقى سلاح ذو حدين، يعني انه حد ياخد دور ويعلم فيه فيبقى كاتشي، فياخدوه يحطوه في حتة تانية، او يحطوه عفوا في نفس الحتة عشان خاطر يعمل الشخصية دي. اهم حاجة انه حياة الفنان تبقى حياة ثرية، او تبقى فيها مواقف كتير وقصص وحاجات تكتب. وانا لما اتقال لي الموضوع ده وكده، فطبعا كان لازم يتقدم بشكل لطيف ويتكتب بشكل مظبوط قوي، لانه كان في حاجات كتيرة جدا في حياة الفنانة ليلى فوزي انها ممكن يتعمل منها شغل كويس قوي. انا بالنسبه لي كنت شويه ما بين وما بين لا، لما اتفتح الموضوع ده وحصل اتصالات، بس كان لسه الموضوع مش ظابط قوي، فبرضه ما تقدرش تحكم. لازم يبقى الورق مكتوب مظبوط، والحياه متظبطه في سيرتها، ولازم يبقى فيه مواقف كتير. وانا كنت هبقى قلقانه شويه ان انا افكر ان انا اعمله او ما اعملوش، لو كانوا هما شايفين بما ان انا قدمتها يعني هبقى المناسبه للشخصيه، وكان هيبقى محتاج شغل كتير مني ليه. ما كنتش هرفض وما كنتش هقبل، بس كنت هفكر شويه عشان خاطر الشغل فيه محتاج تركيز، لانه ما ينفعش انه حاجه زي كده لو ما اتعملتش صح